إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني وطينتي عجنت من قاب تكويني بحب حيدر كيف النار تكويني. من توالى بعلي المرتضى لا يخافن عظيم السيئات حبه الاكسير لو ذر على سيئات الخيل صارت حسنات. يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأكرم بالنبي مناديا يقول فمن مولاكم ووليكم فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا إلهك مولانا وأنت نبينا ولن تجد منا لك اليوم عاصيا. فقال له قم يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماما وها اللهم صل على محمد
فقال له قم يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا. هناك دعا اللهم والي وليه وكل الذي عادى عليا معادي. صل على محمد وآل محمد. الله يجيبه بالسلامة. أشوف أطول، إحنا قايلين بس 10 دقائق نقرأ. نقرأ حديث الكساء هذه الليلة المباركة. وإذا خلصنا جاء ما جاء ختمنا وقمنا خلاص. تعالى على كيف بعد نسويه. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة عليها السلام أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتا من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيت بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه الباد في ليلة تمام وكمال. أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد. صلوات على محمد علي بن أبي طالب. صلوات ربي عليه صلي وسلم عليه. صلوات ربي عليه. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، تأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال: عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. أفضل الصلاة محمد وآل محمد. صلوات صل على محمد علي بن أبي طالب. صلوات ربي عليه صلي وسلم عليه. صلوات ربي عليه. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدة. السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. الصلاة والسلام عليك
أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين، فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت نعم أهو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ووصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام تحت الكساء. أفضل الصلاة الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. أفضل الصلاة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله صلى الله عليه وآله بطرفي الكساء وأومأ بيدي إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآله محمد صلوات الله. بارك الله لكم إن شاء الله. صلي وسلم عليه ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال الله عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبريل عليه السلام يا رب تأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟
فقال الله عز وجل نعم قد أذنت لك، فهبط الأمين جبرائيل عليه السلام وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل عليه السلام معنا تحت الكساء. أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد صلوات صل على محمد علي بن أبي طالب صلوات ربي عليه صلي وسلم عليه صلوات ربي عليه. فقال لأبي إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذيب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد صلوات صل على محمد علي بن أبي طالب صلوات ربي عليه صلي وسلم عليه صلوات ربي عليه. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مأموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد صلوات محمد علي بن أبي طالب صلوات ربي عليه صلي وسلم عليه صلوات ربي عليه. أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بخير وبارك الله لكم وقر الله عينيكم إن شاء الله جميعا وبالخصوص أحمد اللهم بارك له
وقر عينه وألف بين قلبيهما وارزقهما ذرية صالحة ببركة أخي رسول الله صلى. قرأنا حديث الكساء، المكان الذي يذكر فيه حديث الكساء تنزل بركات السماء وملائكة السماء تنزل. يعني الآن في المكان نزلت ملائكة السماء، الآن نريد شنو؟ أن تصافحنا ملائكة السماء. أي مو بس نازلين، أي نزلوا والآن وملوا المكان ملائكة السماء، الآن نريد مصافحة. زين، يسلموا عليك. احنا ما نقدر احنا نصافح، كل واحد يصافح الثاني ما يصير، لو لا. بس إذا مو كل واحد يصافح الثاني، في عندنا شنو؟ الملائكة يصافحوك. ومن أراد أن يصافحه الملائكة 10 مرات في اليوم، مو بعد مرة واحدة، لا لا لا. لو عرف الناس حق يوم الغدير لصافحتهم الملائكة في كل يوم 10 مرات. مصافحة الملائكة يعني رحمات، بركات إلهية. زين، واحنا هذه الليلة في ضيافة أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه. حيدر إمامي وفازت شيعته، بالنجف مدفون وترفع قبته. حيدر إمامي بالنجف مدفون وتلمع قبته. حيدر إمامي نجف مدفون وتلمع قبته. حيدر إمامي قبة إمامي ذهب مع فضة، واللي يزوره يساعده حظه. الله يعلم الموالي بيرضى، بيسقي من الكوثر ويحل بجنته. حيدر إمامي قبة حيدر إمامي وفازت شيعته، زوجة الزهراء البتول الطائرة، أولادها السادة الدنيا وآخرة، من نسلها أئمة وزائرة، بهم علي الله اختار حجته. حيدر حيدر إمامي وفازت شيعته، بالنجف مدفون وتلمع قبته. حجة الباري علي المرتضى، ملعون من أنكر فاز اللي رضى. سعيد باللي بولايته احتضى، طوبى لمن زاره وطاف بحضرته. حيدر إمامي واختام هذا الكلام اللي أقول، صلوا على أحمد علي وفحل الفحول، وعلى الأئمة وصلوا على البتول، بهم نجا آدم وقبل التوبة. حيدر إمامي وفازت شيعته، بالنجف مدفون وتلمع قبته. حيدر إمامي وفازت شيعته، بالنجف مدفون وتلمع قبته. واختام هذا الكلام اللي أقول، صلوا على أحمد وعلي فحل الفحول، وعلى الأئمة وفاطمة البتول، بيهم نجا قبل التوبة. حيدر إمامي وفازت شيعته، بالنجف مدفون وتلمع قبته. حيدر إمامي وفازت شيعته، بالنجف مدفون
أصيح بصوت إمام يا علي عبدك المذنب يا رب وانت الولي تغفر ذنوبي بصهره وعيلته حيدر ما والله لروح وعرج على الغري أصيح بصوت إمامي يا علي عبدك المذنب يا رب وانت الولي تغفر بطه وصهره وعيلته حيدر ما أفضل الصلاة والسلام عليك محمد وآل محمد علي بن أبي طالب صلوات أصلي وسلم عليه اللهم صل على محمد وآل محمد محمد صلى وفي غدير خم نزل الأمين جبرائيل على المصطفى صلى الله عليه وآله قائلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في أخي رسول الله فأنزل الجمع في ذلك المكان القفر على غدير خام وكانوا يزيدون على 100,000 فأرجع من تقدم وانتظر إلى من تأخر حتى اجتمعوا في غدير خام في ذلك اليوم الذي نزلت فيه الآية الشريفة المباركة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت لكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بولاية أخي رسول الله اللهم صل وسلم وزد وبارك فما ترك شيئا إلا وتحدث عنه حتى قال أيها الناس ألست أولى بكم من أنفسكم فقالوا بلى يا رسول الله فأخذ بيد علي بن أبي طالب ورفعها إلى السماء حتى بان بياض أبطي ما ويقول أيها الناس ألست أولى بكم من أنفسكم فقالوا بلى يا رسول الله فقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه أفضل الصلاة محمد وآل محمد أصلي وسلم عليه يلا الدعاء جميعا اللهم والي من والاه وعادي من عادى وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيثما دار أفضل الصلاة محمد وآل محمد وصل على محمد علي بن أبي طالب صلوات أصلي وسلم عليه
اللهم صل وسلم وزد وبارك. بعد خلاص ختمنا، الله يبارك لك إن شاء الله ويقر عينك حتى الجماعة يدخلون وإحنا نطلع بعد. نسأل الله أن يبارك جميعا هذه الليلة المباركة، أدعو له بالذرية الصالحة، وأن يؤلف الله بين قلبيهما، وأن يزوج كل أعزب زين، وأن يغير سوء حالنا ويدفع البلاء والغماء، وأن يشافي المرضى. اللهم بارك لكم في أعماركم وفي أرزاقكم وفي ذرياتكم يا أرحم الراحمين، ببركة أخي رسول الله صلى